السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع يوم جديد من أيام شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن واليسر والبركات. كل سنة وانتم طيبين. بذكر نفسي وبذكركم إن شهر رمضان مش صيام عن الأكل والشرب بس، صيام عن حاجات كتير قوي: النميمة، الكذب، الغضب. كل ده لازم نصوم عنه في رمضان. ده لازم أذكركم وبذكر نفسي بمشيئة الرحمن. والنهاردة هنقدم تاني حلقة من فوازير عم محروس حول العالم. حلقة امبارح كانت بتتكلم عن الأهرامات الثلاثة في الجيزة في جمهورية مصر العربية. اللي حله كان عدد قليل، مش مشكلة. نسبة المشاهدة كانت قليلة، وده كان السبب فيه أنا، العيب مني أنا، إني قعدت فترة طويلة ما أقدمش فيديوهات، وده غلط عشان تبقوا عارفين وما تقعوش في نفس الغلط اللي أنا وقعت فيه. الاستمرارية. نخش بقى على اللي قالوا الحل الصحيح. يلا بينا نشوف أسمائهم. قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز، قالت أول وأحلى لايك نشوف الفزورة. مساء الفل يا برنس. مساء الفل عليك يوتيوبر لبنى. قالت الأهرامات أكيد في مصر. عندي قناة، هي أنا بنطق مش عارف صح ولا غلط، مخنوقة صح يا مخنوقة ولا إيه؟ أنا بنطق صح ولا غلط؟ المهم يوتيوبر رحمة، عشان كده سألت على الاسم امبارح. يوتيوبر رحمة قالت رمضان كريم، الأهرام طبعا. وعندي قناة مروة فتحي بنت عز، قالت الله ينور. وصلنا كده. السؤال سهل ان شاء الله. بقى الاسئله تكون سهله كده. طبعا الاهرامات ما شاء الله سؤال سهل، لكن حقيقي معلوماته فعلا تحير. بجد سؤال جميل. شكرا ليكي يوتيوبر مروه. عندي قناه كروشيه ويوميات ام عبده، يوتيوبر ام عبده بتقول اكيد المعلم هو الاهرامات في مصر. رمضان كريم. الله اكرم يوتيوبر ام عبده. عندي قناة مطعمي جنة نونو، يوتيوبر مها، قالت تحياتي لك يا برنس. أهلا وسهلا بعم محروس فوازيره اللي وحشتنا. طبعا الأهرامات، وعرفت أول ما قلت مبنى بحجارة كبيرة وضخمة، وطبعا اللي جسمه أسد ووشه إنسان أبو الهول. ربنا يعزك يوتيوبر مها. وعندي قناة عالم الشورتس، يوتيوبر مصطفى من المغرب. رمضان كريم أخي الفاضل، الله أكرم أخي العزيز. وبيقول وكل الأصدقاء، الجواب هو الأهرامات المصرية. ربي يعزك ويبارك فيك. عندي قناة الكلام الجميل، يوتيوبر أحمد قال مساء الخير يا برنس، هي الأهرامات في مصر. كل عام وأنت بخير والجميع بخير يا رب. يقصد أهل البيت الكبير. ربنا يعزك ويبارك فيك. ويلا بينا بقى نشوف فزورة النهاردة. ودلوقتي جه ميعادنا مع فزورة النهاردة. فزورتنا النهاردة عشان نقولها رحنا لأمريكا الجنوبية. يعني احنا داخلين دلوقتي على أمريكا الجنوبية. تخيل تمثال ضخم جدا واقف فوق جبل عالي، فاتح دراعاته وكأنه بيحضن مدينة كاملة. ولو حسبنا القاعدة اللي واقف عليها بتوصل لأكتر من 38 متر، ومتثبت فوق جبل ارتفاعه أكتر من 700 متر عن سطح البحر. يعني لو بصيت له من تحت هتحس انه بيبص عليك من السماء. المعلم ده ما اتبناش مرة واحدة. فكرة بنائه بدأت في القرن ال19، لكن التنفيذ الفعلي بدأ في العشرينات من القرن العشرين. استغرق بنائه حوالي 9 سنين. والهيكل الداخلي مصنوع من الخرسانة المسلحة، لكن من بره مغطى بحجر خاص جدا بيتحمل الحرارة والأمطار والرطوبة. المكان اللي موجود فيه المعلم اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ومطلوب من حضراتكم تعرفوا اسمه، موجود في مدينة ساحلية جميلة جدا معروفة بالكرنفالات والشواطئ وكرة القدم. المعلم ده بقى رمز للدولة كلها، وأصبح من عجائب الدنيا السبعة الحديثة. ملايين السياح بيطلعوا للجبل، سواء قطار صغير أو بعربيات خاصة، عشان يوصلوا للقمة ويتصوروا تحت التمثال. وفي أوقات معينة الغيوم بتلف حواليه فتحسه واقف وسط السماء.
قربتوا توصلوا للحل؟ لسه صعب شوية؟ نقوله معلومة كمان. قاعدة التمثال بتحتوي على كنيسة رومانية كاثوليكية بتعقد فيها الكثير من المناسبات الدينية، والتمثال ده بيشرف على منتزه وحديقة وطنية هي الأكبر في العالم. وبالمناسبة في صاعقة قوية ضربت التمثال ده أدت إلى قطع جزء من إبهام يده اليمنى. ونزيدكم من الشعر بيت، التمثال ده بدخله 3 مصاعد، كل مصعد بيسع ل 14 شخص. كده قربنا ولا لسه صعبة؟ لا أعتقد كده احنا وفينا واستكفينا. والسؤال بقى، اسم التمثال ده ايه وفي انهي دولة موجود؟ مستني اجابتكم، تكتبوها في تعليقاتكم وتشيروا الفيديو، وما تنسوش اللايك. وان شاء الله بكرة هنقولوا حل الفزورة دي وحل او اسف اسماء اللي حلوا الحل الصحيح. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم بكرة بمشيئة الرحمن مع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم.